يوم العملية القمة الأهلي في مواجهة الزمالك. الزمالك بيلعب على كل حاجة. مباراة النهاردة هي كل حاجة بالنسبة للزمالك. النادي الأهلي ما هي إلا مباراة ب3 نقط ومباراة قدام المنافس التقليدي ليه اللي بيحب دايما يفوز عليه. تعالوا بينا نعرف تشكيل الفرقتين النهاردة المتوقع للمباراة ونتكلم كده شوية فنيات. لكن قبل ما نتكلم في أي حاجة لك الجميل يا معلم وتعالى بينا. بص يا سيدي، تشكيل النادي الأهلي بعد الغيابات اللي حصلت دي والتشكيل اللي انا هقوله ده توقع شخصي مني، او تشكيل انا بتمنى اشوفه، او تشكيل من وجهة نظري هو الافضل. ممكن نشوف تشكيل مغاير ليه تماما، حاجه تانية خالص غيره. خلينا نقول ان في حراسه المرمى اكيد طبعا محمد الشناوي، على الشمال اكيد علي معلول، جنبه رامي ربيعه، جنبه محمد هاني، جنبه خالد عبد الفتاح. وده خط دفاع النادي الاهلي الافضل النهارده من وجهة نظري. نروح لخط الوسط. في خط الوسط انا من وجهة نظري يكون فيه مروان عطيه وديانج، وممكن نشوف كولر بيحط معاهم محمد فخري، ولكن انا مش حابب ده. يبقى الدفاع علي معلول، رامي ربيعه، محمد هاني، خالد عبد الفتاح. الوسط ديانج ومروان عطيه. هنقول ان ممكن نشوف قدامهم قفشه، وهي قفشه بيحب مباريات الزمالك. حسين الشحات اكيد هيكون على اليمين، وممكن نشوف عبد القادر على الشمال كالاثنين اجنحه للنادي الاهلي، وقدامهم كهربا في مركز المهاجم. يبقى تشكيل النادي الاهلي من وجهة نظري الشخصيه: محمد الشناوي في حراسه المرمى، من الشمال لليمين علي معلول، رامي ربيعه، محمد هاني، خالد عبد الفتاح. خط الوسط فهيكون ديانج وجنبه مروان عطيه، قدامهم قفشه، على الاجنحه حسين الشحات وعبد القادر، قدامهم كهربا في مركز المهاجم. ده بالنسبه لي تشكيل النادي الاهلي لمباراه النهارده. اما تشكيل نادي الزمالك فهيكون التشكيل الطبيعي والتشكيل المنطقي، وهو في حراسه المرمى محمد عواد. اما خط الدفاع فهيكون حمزه المسلوسي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، عمر جابر. اما خط الوسط فهيكون عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وامام عاشور. خط الهجوم مصطفى شلبي واحمد سيد زيزو وسيف الجزيري في راس المهاجم. ده من وجهه نظري تشكيل النادي الاهلي اللي هيكون يعني متوقع وطبيعي ومعروف في المباريات اللي فاتت، ومفيش غيابات ومفيش اصابات والدنيا لذيذه. طبعا جمهور الزمالك يقول لي يا عم امسك الخشب، يا عم مسكت لك الخشب بس ان شاء الله هتخسر. خلينا نقول ان خطوره الزمالك كلها بتتمحور حوالين زيزو والمساحات اللي بتتوفر لزيزو، وانا بعتقد ان لازم النادي الاهلي او كولر يكون متفق مع ديانج ان هو يقفل المساحات دي. وديانج ما شاء الله عليه قادر ان هو عنده النفس الطويل ان هو يطلع وينزل ويقفل كل المساحات في الجبهه بتاعه زيزو، ايا كان بقى يكون شمال يمين، المهم ان ديانج يكون معاه وقافل المساحات في مساعده للباك بتاع النادي الاهلي. التسديدات في نادي الزمالك، وهنتكلم عن امام عاشور اللي لازم اول ما يستلم الكوره تقفل قدامه زاويه التسديد تماما، وما تخليهوش كمان يحاول يخترق من العمق، لان امام عاشور مميز في الحاجتين دول، التسديدات وانه بيخترق من العمق كويس جدا. نيجي بقى للخطوره الاكبر لنادي الزمالك واللي ساعدته في انه ياخد بطوله الدوري الموسم اللي فات واللي قبله كمان، وانا من وجهه نظري هي اهم حاجه في نادي الزمالك واللي بيلعب عليها نادي الزمالك. شفناها قدام بيراميدز في المباراه الاخيره، في اول 3 دقائق ضربه ركنيه حسام عبد المجيد بيسجلها في المرمى. انا بشوف ان ان النادي الاهلي اصلا من المبدا ما تحاولش تخلي نادي الزمالك ياخد ضربات ثابته، ياخد ضربات ركنيه، ما تحاولش انك تخليه يتحصل على الضربات الثابته اللي هو عايزها. وان تحصل فلازم تكون فايق، مراقب جدا جدا كل لاعبين نادي الزمالك، مراقب اللعيبه اللي بتجيد الضربات بالراس وغير اللعيبه برده، لان ممكن يكون في خداع. فلازم النادي الاهلي ياخد كويس جدا باله من الضربات الثابته، ويستحسن انك ما تناولش نادي الزمالك الضربات الثابته اصلا. اما بقى عن خطوره النادي الاهلي، خطورة النادي الاهلي هو ان هو ممكن يسرقك في لحظه، ان هو ممكن وانت مش واخد بالك بالتيكي تاكا يخلص هدف، ممكن في ثانيه تلاقي تسديده. تنوع للعب جميل جدا، لا مركزيه كويسه جدا. فده هيتطلب ان دفاع نادي الزمالك يكون فايق، دفاع نادي الزمالك اللي عنده اخطاء كتيره جدا، اللي عنده مساحات كتيره جدا، اللي بيكون مش مركز في اغلب فترات المباراه، فلابد ليه ان هو يكون مركز. يعيب النادي الاهلي انهاء الفرص، بيوصل بفرص كتير جدا ولكن بيضيع تقريبا ممكن نقول 80% منها. ال 20% الباقيين اللي هم هدف تقريبا هم اللي بتسجلوا، او هدفين هم اللي بتسجلوا، والباقيين كلهم بيضيعوا. لو النادي الاهلي سجل بس 50% من الفرص اللي هو بيوصل بيها هيكون حال النادي الاهلي غير كده تماما. فلا بد من استغلال الفرص، لان مباراه النهارده دي هي مباراه فرصه، هي مباراه كوره فقط لا غير.
لابد يكون في تنوع، تسديد، هجمات من على الاطراف، اختراقات من العمق، ضربات ثابته واستغلالها. المهارات نحاول ان احنا نستغلها. دلوقتي انت هتتكلم ان خط هجومك هيكون الثلاثي عندهم مهارات، حسين الشحات، عبد القادر، كهربا، ثلاثي بيمتلك مهارات عاليه جدا، فلابد من استغلال المهارات دي وان قفشه يمدهم بالكور. انا بشوف قفشه مش كويس، ولكن في جزء على المهاجم اللي قدام قفشه او خط الهجوم اللي قدام قفشه وان هو مش بيتحرك كويس. كهربا بيقدر يتحرك كويس، بيقدر يخلي اللي معاه الكوره يلعبها له غصب عنه بسبب تحرك كهربا الجميل. عموما ده كان وجهة نظري لمباراة القمة. طبعا عشان تتوقع مين اللي هيفوز من الفرقتين بيكون الموضوع صعب شوية، ايا كان الفريق ده كويس او الفريق ده وحش. اللي قبل المباراة دي كله بيتنسي، والمباراة دي بتكون كده حاجة تانية خالص، بعيدا عن كل الأجواء وبعيدا عن كل المعطيات وبعيدا عن كل الأرقام. ولكن طبعا الأفضلية فيها للنادي الأهلي. هنشوف إيه اللي هيحصل النهاردة. أكيد طبعا كأهلاوي بتمناها ليلة حمراء خالصة بإذن الله وفوز النادي الأهلي على الزمالك، وبكده الزمالك هيدخل في نفق مظلم. أتمنى أشوف منافسة كويسة، أتمنى أشوف مباراة كويسة بعيدا عن أي انتماء، أشوف مباراة بتسودها الروح الرياضية، أشوف فرقتين، أشوف لاعبي فرقتين المباراة ما بيحاولوش يختلقوا اي مشاكل، ما بيعملوش اي حاجه، المباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه، شكل وحضور جماهيري مميز. اتمنى اشوف كل ده النهارده بيتحقق ونرسم صوره جميله للقمه ما بين النادي الاهلي والزمالك. حلقتنا خلصت، سلام.